السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه انا جايبه لكم شيخ، ويا ريت قبل ما اتكلم واقول لكم هو قال ايه بالظبط، يا ريت كلكم تعرفوا انتوا بتاخدوا دينكم من مين. تعرفوا يا جماعه، ومش اي حد تاخدوا منه الفتوى، ومش اي حد تمشوا على كلامه. يا ريت تعرفوا الشيخ الصح اللي هو دارس فعلا وتمشوا وراه، مش اي حد تاخدوا منه دينكم. هعرض عليكم دلوقتي شيخ بيتكلم كلامه كله بيكذب الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهتشوفوا انتوا بعينكم وهتسمعوا بودانكم وقولوا لي انتوا ايه رايكم، صح اللي انا بقوله ولا غلط. يا جماعه هعرض لكم دلوقتي، شوفوا معايا. اذا جت تنظف نفسها، هل هي تنظف المناطق الحساسه عندها بايش؟ تنظفها بلسانها، معناته انها قذره، معناته إن فيها نوع من القذاره، لانها تضع لسانها وفمها في اماكن حساسه. تنظف الفضلات وباقي الفضلات من عندها بلسانها، ثم ترجع تتنطط عندك، تدخل في خشمك وتدخل عند رقبتك منها وانت مستانس مبسوط. 3 شعرات منها فقط، اقرا عنها صح. 3 شعرات منها تقع على جسمك. شفتوا يا جماعه معايا، وشفتوا الكلام بتاعه ان هو بيقول على القطه نجسه، عكس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام كان بيقول ان هي مش نجسه، وكان بيقول هم طوافون عليكم وطوافوا. فهو دلوقتي كلامه كله دلوقتي يعتبر بيكذب، مش يعتبر، هو كده بيكذب الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. القطه يا جماعه انا هثبت لكم دلوقتي ان هي مش نجسه. هثبت لكم دلوقتي في واحد خد جزء من اللعاب بتاع القطه وحاول عشان يثبت ان الحديث صح، ويثبت ان هي فعلا القطه طاهره مش نجسه. خد جزء من اللعاب بتاعها وعمل بيه، حلله، وهتشوفوا معايا دلوقتي ان اللعاب طاهر وعباره عن حاجه زي الكحول كده. اتفرجوا معايا، اتفرجوا معايا يا جماعه كده، هتشوفوا ازاي هو حاول واثبت. هو مش حاول بس، هو اثبت ان هي فعلا اللعاب بتاعها طاهر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فازاي ان هو في شيخ وبناخد منه الفتوى يقول حاجه زي كده عكس اللي الرسول قاله، عكس اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قاله؟ ازاي ان هو يقول على القطه كده؟ بس يا جماعه شفتوا وثبت لكم بالدليل القاطع. احكموا انتوا وقولوا لي رايكم في التعليقات، كلامه صح ولا كلام انا اللي صح. اسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.